اي اختراع شفته قبل كده غير اللي انت هتشوفه معانا في الفيديو خالص. اول اختراع جايب غطا ازازة ومسدس شمع وبينزل فيه شوية شمع صغيرين جدا، وبعد كده بيجيب حاجة مدورة هي المفروض حديدة او مغناطيس وبينزلها على الشمع وبيستنى لحد لما تنشف خالص، وبعد كده استخدامها بيكون سهل جدا. ممكن تلزق بيها حاجة على الحيطة او تلزق بيها حاجة على باب تلاجة او على اي باب من المعدن. هو اختراع بصراحة جامد. الاختراع اللي بعده بقى جايب موتور من لعبة أطفال وبرضه مسدس الشمع. مسدس الشمع ده أكيد مصطحبه في كل الفيديوهات اللي هو بيعملها. بينزل بشوية شمع صغيرين على حرف الموتور، وبعد كده بيركب الموجب والسالب بتوع الحجارة ومطلع منهم سلكين صغيرين، وجايب قطعة صغيرة من الخشب ما تتعداش السنتي في سنتي، هيعملها عازل بين الحجارة في النص، وجايب زرار فصل باين عليه هيركبه على الخشبة. ده أكيد يعني بدام فيها زرار فصل، ده فعلا ركبه على الخشبة. وبعد كده هيلحم السلكين بتوع الحجارة في المفتاح وبيلحم بيها السلوك في الموتور. اللي أنا متشوق له بقى الاختراع ده هيكون عامل إزاي أو بيدل على إيه. وجايب قطعة من الخشب برضو لا تتعدى السنتي في 5 سنتي وهيركبها في الموتور، وجايب هنا العصاية بتاعت الايس كريم وبيقصها ويظبطها وهيلزقها بالطول على الخشبة طبعا اللي لزقها في الموتور برضو. وهيجيب برضو غطا تاني ويعمل فيه فتحة من النص وهيركبه على الموتور ويلزقه بالشمع علشان يبقى متين وجامد وما يتحركش منه كده. المهم انا عايز اعرف الاختراع ده هيعمل ايه بالظبط او هيدل على ايه. وبعد كده جايب مسمار وهيلزقه على الفتحة اللي عملها في الغطا. هنتابع للنهاية ونشوف هيعمل ايه. وبعد كده ركب الحجارة. المفروض ان الاختراع كده قرب ينتهي وهنشوف عمل ايه بالظبط. جايب اساتك صغيرة وركبها على اول حرف الخشبة وفي المسمار. هو المفروض كده عمل نبلة، بس الاختراع ده ما ينفعش يلعب بيه غير الاطفال يا حبيبي، وبرضه الاطفال هيبقى الاختراع ده خطر عليهم علشان خاطر المسمار اللي فيه، والحجارة ممكن يعمل له تسمم ولا حاجة. هي الفكرة حلوة ولكن لازمها تطوير، والتطوير لازم يكون اكتر من كده. لو وصلت لحد هنا اتمنى تعمل اشتراك في القناة ولايك وشير علشان تشوفنا كتير، والسلام.